السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نبدأ كلامنا نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. النهاردة إن شاء الله كده هعمل لسان العصفور، ولا نسميها لسان العقروت؟ خليها لسان العقروت، ما علينا. آه، دي مكرونة لسان العصفور. عندي اللي هي الأكياس دي، اللي هي الملكة حواء. يعني اللي بتحبيها استعمليها، استعملي سايبة استعمليها، بس أنا ما بحبش استعمل السايبة. نعمة ربنا كلها حلوة، ربنا يديمها نعمة يا رب، يحفظها من الزوال، اللهم آمين يا رب العالمين. هنا ربع كيلو. هنا الطماطم حوالي نص، لان لسان العصفور بيحب الطماطم شويه. تمام. بصلايه واحده، مقادير بسيطه وسهله، ومن زمان بقى ما اكلتش الاكله دي. تمام. هنا هعمل ايه؟ جبت معلقه سمنه واحده، بلاش افوره في السمنه يا جماعه، معلقه واحده لان ده ربع كيلو. حبه زيت اهو. الزيت كده بيدي الحاجه طعم حلو مع السمنه، بالذات في المكرونات يا جماعه. يعني انا ما بحطوش مثلا في الطبيخ الا في المكرونات. مع اي مكرونه بحط حبه زيت يا جماعه. هنا بصلايه، زي ما قلت. هنا الطماطم دي افضل طريقه تخزني بيها الطماطم. انا بجيبها بغسلها كويس، بصبنها بمعنى اصح، وانضفها، وبروح مقسماها كده كل واحده على 2، وبروح حطها في الفريزر. اما تفك شويه بروح مش اما تفك قوي، تفك شويه من التلج كده، واقدر امسكها عشان القشره تشم اللي عليها. هشيل القشره وبروح طحنها في الكبه. مش محتاجه ان انا اطلع خلاط على نص كيلو طماطم يا جماعه. تمام. هنا بقى هسيب بقى الحاجه دي كده، بس هغطي عليها طبعا. عشان هستنى لما الطماطم تفك، عشان انا ما بحبش حاجه عندي تبقى محطوطه من غير غطا. يعني الحمد لله الدنيا نظيفه زي الفل، بس لازم اغطي حاجتي، ما اسيبهاش كده من غير غطا. تمام. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. غطي الحاجه بتاعتي كده. بسم الله. بس لان انا هستنى لما الطماطم تفك شويه، علشان القشره تشال بسهوله، بس مش تفك خالص، حاجه بسيطه كده يعني. و... وما تضرش الكبه لا قدر الله، عشان الحاجه الساقعه فيها لا قدر الله زي الحاجه السخنه بالظبط لما بتحطيها. تمام. ونكمل وصفتنا بقى وارجع لكم. كده بنسمي بسم الله، ونكمل يا جماعه الوصفه بتاعتنا. نكمل الوصفه بتاعتنا. نعمل لسان العصفور او لسان العقروت. مرتبه كل خطواتي. احط معلقه سمنه، حطها في المعلقه، حطها في الحله كمان، هتلاقيها في اول الفيديو. حطها واحط حبه زيت. ببدا الاول بايه يا جماعه بقى؟ ببدا بالبصليه اللي انا مقطعاها دي. تمام. السمنه بس تسخن مع حبه الزيت. بسم الله. تبارك الرحمن. بسم الله. الزيت بتاعنا بسخنه قوي يعني، مع حته السمنه. طبعا الزيت ده يتحط في الحوض. بعمل بقى؟ جربوا بقى الطريقه دي. انزل يا بندق من هنا لو سمحت. انزل يا بندق. انزل عيب. جربي لسان العصفور بالطريقه دي، جربوها بالطريقه دي يا جماعه. الاول حبه زيت، حوالي 3 معالق كده 4 معالق. بدي اللي بناكل بها الرز او الشوربه. بديها تقليبه، مش بقليها. نكمل الوصفه واحنا بنتكلم كده مع بعض. مش بقليها خالص. حبه الزيت مع معلقه سمنه واحده. ليه بقى الكلام ده؟ انا بحب مع المكرونات بالذات احط حبه زيت. هنا لسان العصفور ربع كيلو، بالمعيار كوبايه ربع كيلو. انا عندي اللي هو معيار الربع كيلو. هنا احط عليها لسان العصفور. انا ما قلبتش البصله يا جماعه، دبلتها. احط بقى عليها لسان العصفور.
لما اقلب فيه كده بقى ايه لغايه ما ياخد اللون الجميل، يعني بيبقى ايه ذهبي بس مش ذهبي كافي، ذهبي غامق كده زي اللي بنعمله للشوربه لسان العصفور على اللحمه، اللي بيحبها على الفراخ، اللي بيحبها على اي حاجه بيعملها. اللهم بارك، ربنا يديمها نعمه يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. واكله ورديحي كده زي الفل بالعيش، جنبها حبه مخلل، فنجان مقلي او فلفل الموجود بيبقى الغرض. ما عملناش احنا بقى الاكله الجميله دي بقى من زمان، يعني من قبل رمضان بكتير، يعني هي الناس دايما ناسيه الاكله الحلوه دي. ام الله يرحمها كانت تعملها طعمها كان بيبقى تحفه. هنا بقى انا هحط عليها ايه حبه فلفل اسمر صغيرين، لان انا دايما بحط مع التقليه حبه فلفل اسمر صغيرين خالص. لا ومقاديرها ايه يا جماعه؟ مقاديرها سهله بسيطه. حبه طماطم حوالي نص، حبه فلفل اسمر، وبعدين هزود في الاخر حبه. تمام عشان ايه تديلها ريحه حلوه، ايه بتودي الحاجه في حته تانيه بصراحه، الاكل بتخليها طعمها تحفه. وبعدين بحط عليه حبه الطماطم لسه بدق شويه فيها، بزود ميه لا شوربه ولا اي حاجه، ولا شوربه دجاج ولا شوربه فراخ ولا شوربه لحمه، ميه بيضه من الحنفيه. بس انا ايه هسخن لها الميه علشان ايه ما تاخدش وقت. انا ممكن ازودها ميه ساقعه زي عقد اللهم صل على النبي، زي عقد الرز بزوده ميه من الحنفيه مش ميه سخنه. عشان ايه بس ايه نخلص بسرعه كده، ما تحطيش بقى البصله مش بتتجرى ولا اي حاجه ولا بتتحرق ولا حاجه. تقولي مثلا لما احطها الاول لا احنا مش مقليينها يا جماعه، احنا حاطينها دربناها بس كده تشويحه تقريبا، ولا خدت لون ولا اي حاجه، يا دوبك ريحتها طلعت ورميت عليها لسان العصفور. بس نديله ايه تشويحه حلوه كده. جميلة والله، الله يرحمها كانت تعملها. في ناس بتحب تاكلها كده بالمعلقة، انا بحب اكلها بالعيش، تبقى جميلة. احنا بقى هنعمل بقى الاكلات اللي ما كناش بنعملها قبل رمضان. قبل رمضان كنا بنعمل اكلات شعبية جميلة، هو لازم يعني لحمة وفراخ، انا بحكم ان انا نباتية يعني بحب الاكلات دي. سبحان الله، يعني ربنا محببني في الاكلات الجميلة دي. بكون بقى محضرة الطماطم بتاعتي اللي انا ضرباها طبعا في الكبة وكمان التمام كده، كل حاجتي بخليها جاهزة، مش هفضل بقى الف حوالين نفسي بقى، كله جاهز كده جنبي. جربي بس كده، ابدأي بس كده بالبصلة كده الأول، هتاكلي أحلى حبة لسان عصفور. ويوم كده ويوم كده والدنيا بتعدي يا جماعة، واليوم بيعدي زي الفل، الحمد لله يا رب، الحمد لله. عندنا العيش في الفريزر بتطلعه وتسخني، عندك كل حاجة في البيت. لسان العصفور لما تجيبي مثلا نص كيلو، عايزة تجيبيها سايبة تجيبيها اكياس براحتك. لو جبتي مش بيتعمل كله مرة واحدة، على حسب يعني ايه الأفراد اللي عندك.
كيلو، بس ما حدش هيعمل يعني مهما كان العدد، ما حدش هيعمل كيلو ومش مطعم يعني. يا سلام، شايفين اللون يا جماعه؟ بسم الله. هنا باجي اما باجي احط الطماطم يا جماعه بعمل ايه؟ الغطا ده كده معلش عشان ما يطلعنيش بخار على ازاز البوتاجاز، فانا كده كده هصبنه يعني، بس عشان تبقى ايه الحكايه خفيفه في الشغل شويه يا جماعه، تبقى الحكايه خفيفه. شايفين؟ اديلها بقى ايه بس تقليبه. هنا بقى شايفين؟ بسم الله. واحط بقى ايه يعني، بدل ما نقعد نصبن مثلا في البوتاجاز كتير نصبن بسرعه. هنا طبق بحط فيه معلقتي، شيل بس كده عشان هنسخن ميه. بس هسخنها ايه هنا كده على العين الهاديه شويه، لان انا مش محتاجاها يعني على طول، هي لسه لسان العصفور هيقعد شويه على ما يشرب ايه الميه. خلينا ننقل هنا ننجز، يلا خلينا نخلص وهيغلي بسرعه ان شاء الله، لان احنا مش بنوطي عليه زي الطبيخ يعني. تحفه. هو بس حتى الحياء بتاعه لطيف برضه. حبه ملح، حبه ملح فقط لا غير، وحبه فلفل اسمر، لا مش فقط لا غير، لسه هنحط حبه فلفل اسمر. احنا قلنا فقط لا غير، احنا هنحط لسه حبه فلفل اسمر معانا، واللي بيحب الشطه بقى طبعا يا جماعه بيحط حبه، انا كده كده هحط حبه بس مش كتير، قليل قليل من الملح، قليل من الفلفل من الشطه. حبه فلفل اسمر انا حاطه ايه على البصله حبه، هحط برضو ايه قليل مش كتير، افوره في الحاجه يعني مش تمام يعني يا جماعه. المعلقه دي مهمتها كده خلصت، هصفنها. بسم الله. بس ايه حبه شطه صغيرين خالص نحط عليها. بسم الله. ما كانش في دماغي ان انا احط شطه يعني، بس قلت احط حبه صغيرين. يا سلام، من اجمل الاكلات، من اجمل الاكلات اللي بتتاكل، الا وهي لسان العصفور، البصاره، الايه العدس، والكشري. حد يقول ايه دي اللي بتطبخ دي اللي عامله رشقنا في الاكلات دي الشعبيه؟ حبه شطه صغيره، والله احلى اكل. انا نفسي برضه يحب الاكلات دي، ان هو ما بياكلش الا فراخ. بألف هنا وشفا على قلبه طبعا، بياكل اللي هو عايزه، بس انا ايه ما بياكلش الا فراخ، كان نفسي يبقى نباتي زي. هحط لها بقى ايه الميه بتاعتها غلويه كمان كده على ما الميه تسخن، بس قلبي فيه كده ايه عشان ايه ما
ما يلزقش في قاع الحله، لان هو زي الرز، مش زي الطبيخ مثلا، لا زي الرز. حتى سبحان الله يعني مثلا كيلو الخضار يتحط له نص كيلو طماطم، يعني نص الكيلو الخضار بحط له نص كيلو طماطم، يعني نص ايه المقدار. انما ده سبحان الله ربع كيلو لسان العصفور بحط له حوالي نص كيلو طماطم، يعني زي المكرونه بيحب الطماطم يعني. بسم الله ما شاء الله. نزود العيد بتاعنا يعني مش مهم تغلي قوي، سخنت محتاجه تفوتها. انا مش مستعجله عشان اكبها في حاجه تانية بعملها. بسم الله. حلو كده هنطفي، الميه مش كتير كمان. غلوتين وهنطفي، بس أنا مش هكب الميه دي، هخليها جوبرتين محتاجش خلاص. والله لونه تحفه يعني. كده ايه خلاص اهو، غلوتين اهو وهطفي عليه. يبقى الف هنا وشفا يا رب اللي هياكل، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.